لما الأميرة توتة تيجي تعمل روتين يبقى الكل يا جماعة يحط لايك من الآخر كده. بجد الروتينات بتاعتها قوية جدا وجميلة جدا وحلوة جدا وهتعجبكم جدا جدا. يلا بينا نخش على الفيديو جدا ونشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. قبل ما نبدأ بقى في الفيديو ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفرك ربي واتوب اليك. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده الدنيا كانت في الطراوه خالص، كان كميه تراب انتوا لسه هتشوفوها دلوقتي. ده انا بس جايبه لكم مقطع كده يعني من النص علشان ما تتفاجئوش، لكن الواقع صعب بصراحه. كميه تراب يعني تراكمات الشهور، مش عارفه والله العظيم. عندنا هنا البيت بيتجمع فيه التراب بطريقه غير طبيعيه بصراحه. مش عارفين ايه السبب، عشان على الطريق بقى. انا بقول مش عارفين ايه السبب، لا عشان على الطريق. هنا طبعا زي ما انتم شايفين انا جبت الزعافه دي جديده علشان العنكبوت بقى والتراب اللي بيبقى في الحيطه وما اعرفش ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. فبصراحه الزعافه دي بتقوم بالواجب وزياده يعني. كانت غايبه عني مش كانت غايبه عني فين، انا كان عندي واحده بس كانت قديمه وكانت مكسوره، الايد بتاعتها كانت مكسوره. بس لما جبت الجديده دي لا بصراحه جميله جدا جدا جدا. بتلملك بقى اي عنكبوت في السقف، اي تراب، اي معرفش ايه، اي حاجه بتخلص عليها على طول يعني. فهي لا من الحاجات الاساسيه والمهمه جدا في اي بيت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلا بقى عايزاكم تحطوا لايكات كتير قوي وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. شايفين انا هنا بصور لكم نقط العنكبوت دي، بتبقى بالذات في السقف اللي هو الجبسون بورد والحاجات الجديده دي. انا ما بحبهاش بصراحه والله يعني. عايزه اقول لكم انا احب السقف يكون ساده خالص كده، سيمبل، ما فيهوش اي حاجه غير الكرانيش اللي بتبقى على يعني الكرانيش اللي بتبقى على السقف من الحروف وخلاص على كده. لكن انا ما بحبش الجبسون بورد ده خالص نهائي كده، ملوش لازمه وبيلم عنكبوت وبيلم تراب وشكله اوفر يعني. انا ما بحبش الحاجات اللي هي بتبقى اوفر في السقف دي. لكن السقف لما يبقى ساده كده وبسيط ومفيهوش اي حاجه بيبقى رايق وجميل بصراحه. لكن الجبسون بورد والحاجات دي ما بحبهاش نهائي يعني. هنا طبعا الشبابيك الاموتال دي برضو ما بحبهاش خالص. عارفين بقى بحب انهي الشبابيك اللي هي بتاعت زمان القديمه خالص، اللي هي عاديه، شيش وسلك وازاز وما اعرفش ايه، والشيش يتفتح لبره وتبقى سهله تنظيفه وتنفيضه، والازاز برضو نفس الشيء، تنفضيه كده او تمسحيه بفرشه خلاص خلص الموضوع. لكن الاموتال ده تحس ان هو لعنه. المجرى بتاعه او الجرار بتاعه بيبقى مليان تراب كده بطريقه رهيبه بصراحه. انا احب الحاجات اللي هي العاديه الكلاسيكيه القديمه. انا كده احب لما حد يجي مثلا يبني بيت او يشتري شقه او كده، احب الحاجه تكون عاديه كلاسيكيه كده، ما احبش الحاجات الجديده المفتكسه دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك. وهنا بقى زي ما انتم شايفين بكنس الارضيه الاول. بنكنس السجاده اصلا نظيفه الحمد لله، كنت غسلاها ساعه العيد فهي نظيفه بصراحه. رحنا بقى لمينها كده زي ما انتم شايفين ونفضنا منها التراب وركناها على جنب عشان لما نيجي نكب ميه بقى ونطلب ميه ونمسح حلو كده تبقى الدنيا تمام يعني. فين الديك التاني؟ انا مش شايفه غير ديك واحد. لا التاني موجود الحمد لله. يلا الاميره بتاعتنا بقى، هي اميره فعلا والله العظيم، هي اميره البيت.
مسكت بقى القماشة كده وبدأت تنظف الباب، وطبعا يعني عشان هي صغنطوطة فمش طايلة، عمالة يعني تشب وتحاول ان هي تطول نفسها كده، بس يلا الحمد لله. بس عسل، عسولة ما شاء الله عليها. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. بصوا تنظيف بقى، وتنظيف يعني تنظيف على حق. بتتعب يا عيني كل شويه كده، فتاخد ريست ونكمل تاني. لا تعب، تعب فعلا والله العظيم، مش اللي هو اي حاجه كده خلاص، لا مفيش كرواته خالص في الموضوع. بصوا طبعا هو الفيديو شارح نفسه، مش لازم اقعد اصدعكم بالرغي بتاعي العقيم. لو في كلام مهم نقوله، مفيش، اديكوا شايفين اللي بيحصل. والبتاع الفرشه دي برضو، الفرشه الناعمه دي جميله جدا في التراب، لان كل ما بنفض بقماشه او بفوطه او حاجه التراب بيطلع عليكي تاني، فلا ان انت تعمليه بفرشه كده احسن بكتير جدا. لكم ان تتخيلوا منظر الارضيه ده كان كده، وكان عندنا ضيوف، لكم ان تتخيلوا كميه التراب اللي الناس كانت قاعده عليها، اللي هو الناس اصلا جايين من مشوار بعيد، فاللي هم يعني بعد ما قاموا من على الكنب اكيد نفضوا هدومهم، كانهم مثلا كانوا قاعدين على مصطبه في الشارع او حاجه، من كميه التراب اللي كانت في الاوضه. بجد كان موقف يعني لا احسد عليه، موقف كان صعب جدا، ما اتمنوش لألد اعدائي. بصوا ورا الكنب عامل ازاي، تراب، كميه تراب مهوله مهوله. فاضل 12 19. عايزه تليفون. وزي ما انتم بقى شايفين كده بدأنا نكنس نكنس نكنس، مش بدأنا وانا بجمع ليه يا عيني، الأميرة بدأت تكنس 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 كده وتنظف. وبارك الله فيك يا بنتي، يا رب ربنا يبارك لك يا رب، وافرح بيكي كده واشوفك دكتورة قد الدنيا ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. هي لسه في اولى ثانوي، انت بتقولي انت بتدعي لها دلوقتي، ما الايام بتجري جري والسنين بتجري جري، هي داخله اولى ثانوي، بس هوبا هتلاقيها في الثانويه، هوبا هتلاقينا قاعدين مستنيين نتيجه الثانويه بتاعتها. فانا هبدا بقى ادعي لها من دلوقتي، يا رب يا بنتي اشوفك دكتوره يا رب ان شاء الله. مستوره معاكي دنيا واخره يا رب، ويوقف لك ولاد الحلال في طريقك. الحمد لله، ويبعد عنك كل شر يا رب، ويبعد عنك الناس المؤذيه في الحياه، ويبعد عنك كل اذى يا رب، اللهم امين. هنا لقيت كنز. كنز ورا الكنبه، ابوها كان شايل المفاتيح بتاعه الاستبن، يعني مفاتيح الاستبن كان حاططهم ورا الكنبه هنا. لا على فكره عايزه اقول لكم، مش الاوضه ما اتعملتش من شهور ولا حاجه، مش من زمان، او فاكرين ساعه ام محمد ما كانت هنا كانت عملتها لي برضو، وجرت الكنب كده ومسحت تحت ونضفته حلو، مش من شهور كتير، مثلا من شهرين صح، مش الموقف بتاع ام محمد ده كان من حوالي شهرين مثلا، فمش كتير قوي، بس زي ما انتم شايفين بقى الحاجات دي بتبقى عايزه تعمل اسبوعيا، يعني كل اسبوع كده نشيل وننظف وننفض ونشيل التراب ونمسح ونرجع الحاجه مكانها تاني، يقوم بقى البيت يبقى دايما نظيف كده وفله. والله بجد، لكن شهر واتنين كتير برضو والله. شايفين الارضيه عامله ازاي، خراشي انا يما، ايه ده، ايه المنظر ده، استغفر الله العظيم يا رب. هنا كانت سبحه واقعه.
بصوا كمية التراب قد ايه، شيء لا يصدقه عقل. حطيتوا لايكات بقى كتير لتوتا، حطوا لها بقى لايكات كتير واكتبوا لها كده في الكومنتات وشجعوها علشان تعمل معانا فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله. يا رب يا رب خير يا رب. لو ليلي طال ده حد بيتصل بزوجي بس هو مش عارف. يا رنا ابوكي نزل راح فين؟ بس مش عارفه هو راح فين. واحد اسمه حسام بيتصل بيه. هتقولي طب واحنا مالنا؟ عادي بحكي لكم اللي حصل. يا رنا هو ابوكي راح فين يا رنا؟ نزل راح فين؟ واحد اسمه حسام. ده واحد اسمه حسام. انت عارفه صورة عمك حسام اللي هو بيروح معاه ده؟ هو ده؟ حسام اسمه حسام ايه؟ الديب. حسام الديب؟ لا مش ده. حسام يا ماما. ده لابس كاب كده. على صورته على التروكولر. تفتكر عايزه ليه؟ والله لا ملوش علاقه. ده علاقة والله. لا مش هيجي معايا. ما احنا مش هنروح بقى امال هو بيقول له كده وخلاص يعني. امال ابوك راح فين؟ نزل راح فين؟ ملاقيش اهو. انا هجيب فطار. نجيب طعميه وفول. ما حدش هيفطر وحد صحي اصلا. انتوا نايمين الساعه كام يا رنا؟ ها؟ لا عايزه اعرف نايم الساعه كام. قولي والله لا تقولي. انا حلفت بالله هتصوميني 3 ايام والله لا تقولي. طب قولي انا حلفت بالله. نايم الساعه كام؟ 7:30. 7. طب وليه اللي قعدك ل 7:30 الصبح؟ واحمد برضو نفس الشيء وريمو كلكم. الساعه يا 6 العصر هيأذن اهو. الساعه دلوقتي 2 الاربع دقايق. لا طبعا اكيد مش مظبوط الموبايل بتاعك. لا مش مظبوط. ازاي يعني؟ لا 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 ده 2 الا ايه ده؟ استنى انا اشوف لك انا على موبايلي انا. الساعة يا ستي 2 إلا. لا مش معقول. 2 إلا. لا 2 الا ايه؟ استني بس هو تليفوني ماله يا ولاد؟ 2 الا 5. 2 الا 5. داخله على العصر هيأذن اهو. هي الامهات كده يا رب قبل العصر ب3 ساعات العصر هيأذن. قومي يا بنتي العصر هيأذن اهو. حلو حلو كده 2 حلو عشان تناموا بدري شويه. ايه تنام؟ لا ما تناموش الصبح تاني. لا بس انت عايزه. ما انا هننزل الفيديو تاني. هو انت نزلتي؟ اظبطه بقى. ما انا هظبطه نزلتي لسه. هنا بقى توتا يا ولاد خلت لنا السيراميك مظبوط ولا لا؟ مظبوط اهو. خلت لنا السيراميك كده بيبرق 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 من النظافه. يلا حطوا لنا لايكات كتير واشتركوا بقى في القناه عشان خاطرها. والله بجد بكلمكم من الاوضه ما شاء الله. الارضيه عباره عن مرايات كده. مرايات ما شاء الله. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. لا حول ولا قوة الا بالله. يا عيني تعب عليها والله. يعني هي بتتعب قوي بتتعب. مش هنكر ان هي بتتعب. والكنب بيبقى تقيل وبتجر وبتزق وبتعمل. واحده تقولي طب انت وظيفتك ايه؟ انا وظيفتي ايه يا جماعه؟ ما انا بصورها. يعني انا هقطع نفسي يعني هصور واشتغل برضو في نفس الوقت. خلوها تعمل بقى. ما هم مرتاحين خالص. مرحرحين. ما بصدق. انا هنا اهو. في بطاطس وفي بابا غنوج وفي كيش بيض. مفيش طعميه؟ لا مفيش طعميه.
الفلوس ديت عشان ما نتلخبطش. فلوس ايه؟ عشان يبقى ليك 4 وخلاص. الفلوس اللي انا دفعتها لك بتاع الغاز والفطار. عايز كام يعني؟ هات 120. ماشي. لازم 110 22 عشان يبقى كده واضح ليك وليا. حكايه ان انا اخصمهم دي انا بنسى مش لازم. طب وانت لسه ما عطيتنيش يعني ليه؟ انت لسه ما قبضتش؟ لسه اصلا فاكر الامر. انا عشان بس كنت مستعجل عشان موضوع زفت المصيف ده ما عملش القبض كله عشان ما يقعش مني. يبقى انت عارف رحت صرف منه ب 6000 بس صرف منه 6800 خدت كام؟ انا بس البطاطس بتاعت امبارح دي انا البطاطس بتاعت امبارح ديت ومربى وفول خلصنا. مش عايزين كيش كباب؟ بعمل كل حاجه اللي عندي عاوز اكل منها. وانا اعمل بيه ايه الوصف؟ مش عايزاه. هو انت قفلت عليهم التكييف يعني؟ معرفش انا انت يا راجل قافله التكييف؟ ايه ده؟ غريبه دي. امسك ادي 110. ثواني بس. 110 دكتور الغاز. هنا بقى تلميع ما شاء الله، لمعات الترابيزه وكل حاجه بقى بتلمعها زي ما انتم شايفين كده، بذمه وبضمير وباخلاص في العمل. قمه الاخلاص والله، قمه الضمير، فتستاهل بجد 50,000 لايك، مش لايك واحد. يلا اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. هروح اعمل لهم بقى الفطار عشان جوزي عايز يفطر. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد وفي اوضه جديده وفي روتين جديد وفي يوم جديد وفي حياه جديده وفي حياه سعيده يا رب. والسلام عليكم، مع الف سلامه.